السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع. نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. لقاء بين الرئيس مسعود البارزاني ونائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية. زيارة للمستشار في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان لممثلية المجلس الوطني الكردي في هوليرة العاصمة. إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد البيشمركة سعيد أحمد سعيد عينة في مدينة زاخو ومناطق كردستان سوريا. فقدان شاب لحياته نتيجة تعرضه للتعذيب في سجون البيدي في مدينة كوباني. وفي مدينة عفرين طبيب كردي يتعرض للتعذيب من قبل مجموعة فيلق المجد في ناحية راجو. رحيل أمير الإيزيديين في كردستان والعالم عن عمر يناهز 83. قصف تركي يستهدف مواقع البادي في بلدة تل رفعت شمال سوريا. أهلا بكم مجددا. قصفت القوات التركية مواقع في بلدة تل رفعت شمال سوريا، وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة عملية درع الفرات شمال سوريا استهدفت مواقع للبيدي في محيط تل رفعت جنوب شرق مدينة أعزاز شمال سوريا، والتي أطلقت عليها 20 قذيفة. وجرى ذلك بعد أن استهدفت المدفعية التركية سابقا مواقعا للبيدي في البلدة ب5 قذائف وقبلها ب12 قذيفة. وأكد مصدر مقرب من عائلة المغدور محمود بنيامين إبراهيم بأنه تم إبلاغ أشقائه من قبل البيدي بأن محمود إبراهيم قام بسرقة مبلغ 35 مليون ليرة سورية، إلا أنه اتضح فيما بعد بأنه كان مختطفا لدى البيدي، وذلك بعد يومين من البلاغ. أضاف المصدر بأنه بعد يومين من بلاغ أصايش البيدي أقدمت دورية من البيدي وأبلغت العائلة بأن محكمتهم قررت الاستيلاء على أموال إخوته وآليتهم، إلا أنهم اعترضوا على القرار، ثم عدلت المحكمة قرارها وطالبت ب2 مليون ليرة سورية بدلا من 35 مليون ليرة، إلا أن أخوته رفضوا مجددا قرار محكمة البيدي. وأكد المصدر بأن أصايش البيدي منعوا ذوي المغدور محمود من غسل جثته وأصروا على دفنه، الأمر الذي زاد الشكوك لدى ذويه أكثر، واكتشفوا بأنه قد قتل تحت التعذيب منذ يومين دون الكشف عن الأسباب. أقدم مسلحو فيلق المجد بالتنسيق مع مسلح من فيلق الشام الملقب بأبو العز باختطاف طبيب كردي معالج فيزيائي من قرية بليلكو التابعة لناحية راجو بعفرين بكردستان سوريا، واقتياده إلى جهة مجهولة وتعرضه للضرب والتعذيب الشديد. ونشر مقطع مصور من قبل الطبيب ذاته يقول فيه أن مسلحي فيلق المجد وبإشراف أبو العز من مسلحي فيلق الشام قاموا بأخذه من عيادته من قرية بليلكو التابعة لناحية راجو. كما ونشر الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تعرض الطبيب عدنان أبو نديم بشكل فظيع للتعذيب من قبل تلك المجموعات بهدف دفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه. أصدر المجلس الوطني الكردي بيانا بوفاة أمير الإيزيديين في كردستان والعالم مير تحسين باك. جاء في البيان أن برحيله فقد الإخوة الإيزيديين في كردستان وفي المهجر وعموم الشعب الكردي الأمير الذي خدم الإيزيديين ودافع عن قضيتهم على مدى ما يزيد عن 7 عقود من الزمن، وعرفه أبناء كردستان شخصية وطنية مرموقة دافع بإخلاص عن حقوقهم القومية وعن القيم الإنسانية والتسامح الديني والمجتمعي، وكان له شرف المساهمة في ثورة أيلول المجيدة. وأضاف أيضا أن المجلس الوطني الكردي يتقدم إلى عائلة الفقيد الأمير تحسين علي باك وذويه وإلى مجلس إيزيدي سوريا والإخوة الإيزيديين من أبناء الشعب الكردي بالتعازي الحارة، ويرجو من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. بحث الرئيس مسعود البارزاني مستقبل الكرد السوريين مع وفد أوروبي في هولير عاصمة إقليم كردستان، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس البارزاني لنائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جين كريستوف والوفد المرافق له.
وتباحث الجانبان الوضع السوري ومستقبل الشعب الكردي في سوريا، وعبر الرئيس البارزاني عن قلقه بهذا الخصوص فيما طرح مقترحاته لحل القضية الكردية في سوريا. زار مصطفى شفيق مستشار مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني مقر ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي في هولير عاصمة إقليم كردستان، واستقبل من قبل نواف رشيد رئيس الممثلية في إقليم كردستان وأعضاء الممثلية. وجرى الحديث عن آخر المستجدات على الساحة السياسية في سوريا والعراق والساحة الدولية، كما أهدى مصطفى نسخة من كتابه الجديد الدبلوماسية الكردية ومراحل تطورها ومشاكلها إلى أعضاء الممثلية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح. بهدف تقديم واجب العزاء بوفاة أمير الإيزيديين في كردستان والعالم مير تحسين باك، شارك وفد من ممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي الكردستاني السوري مجلس العزاء المقام في مدينة هانوفر بألمانيا. ضم وفد ممثلية المجلس الوطني الكردي كلا من عبد الكريم حاجي رئيس الممثلية وشيرزاد داوود عضو الممثلية، وكذلك غياث رمضان وناصر موسى عضوي المجلس المحلي في مدينة هانوفر. كما ضم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري كلا من عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الباسط حمو وأعضاء آخرين. وكان مير تحسين باك أمير الإيزيديين في كردستان والعالم قد رحل الاثنين 28 من كانون الثاني عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع مرض عضال. بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد البيشمركة من قوات بيشمركة روش سعيد أحمد سعيد عيني الذي صادف في 30 من شهر كانون الثاني، أحيت عائلة الشهيد عوني الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده، وبدعوة رسمية من العائلة أقامت مراسيم الذكرى السنوية الرابعة في حي كوندك بمدينة زاخو بإقليم كردستان الأربعاء الماضي. وكان البيشمركة سعيد أحمد عيني قد استشهد في منطقة الشندوخة في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي بتاريخ 30 من شهر كانون الثاني 2015، وهو من أهالي منطقة ديريك بكردستان سوريا. كما أقيمت مراسيم ذكراها الرابعة في كردستان سوريا، وحضرها عدد من مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا والعديد من الشخصيات الوطنية. تذكير بأهم العناوين. لقاء بين الرئيس مسعود البارزاني ونائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية. زيارة للمستشار في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان لممثلية المجلس الوطني الكردي في هولير العاصمة. إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد البيشمركة سعيد أحمد سعيد عيني في مدينة زاخو ومناطق كردستان سوريا. فقدان شاب لحياته نتيجة تعرضه للتعذيب في سجون البيدي في مدينة كوباني. وفي مدينة عفرين طبيب كردي يتعرض للتعذيب من قبل مجموعة فيلق المجد في ناحية راجو. رحيل أمير الإيزيديين في كردستان والعالم عن عمر يناهز 83. قصف تركي يستهدف مواقع البيدي في بلدة تل رفعت شمال سوريا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى حلقة قادمة دمتم بألف خير.